ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. شوفوا اسفنجية وهشة جدا ازاي، وطعمها تحفة، وهتعجبكم وتعجب اولادكم ان شاء الله. المقادير معايا: كوباية دقيق، باكو بيكنج باودر، كوباية دقيق منخولة، وباكو بيكنج باودر، وكوباية لبن، وكوباية سكر، وثلاث بيضات، وفانيليا. وطبعا باقي المقادير هنقولها معانا دلوقتي. هنجيب الخلاط ونحط كوباية اللبن وكوباية السكر وهنجيب كوباية الا ربع زيت ونحطها كمان، وهنجيب نص كوباية كاكاو خام ونحطها عليه، وهناخدهم نضربهم في الخلاط وهرجع لكم تاني. بعد ما ضربتهم في الخلاط بالشكل ده، القوام تقيل جدا ازاي. هبتدي اخد في الكوباية جزء من صوص الشوكولاتة ده عشان هنحط على وش الكيكة. وهاخد الشوكولاتة اللي حطيتها في الكوباية دي هحطها في التلاجة، وهنكمل بقى الكيكة بتاعتنا. هبتدي احط بقى الثلاث بيضات وهحط نص معلقة فانيليا، وهاخدهم اضربهم بقى في الخلاط وهرجع لكم تاني. بعد ما ضربتهم في الخلاط بالشكل ده كده، هجيب الدقيق احط عليه البيكنج باودر وهخلط البيكنج باودر مع الدقيق بالشكل ده كده، وبعدين هحط الشوكولاتة بتاعتنا، وهبتدي اقلب بقى الدقيق في العجينة بتاعتنا في اتجاه واحد لحد ما الدقيق يختفي خالص.
بعد ما خلطته كويس جدا بالشكل ده كده ومعادش فيه دقيق خالص، والقوام بتاعنا بقى كده كده، العجينة بتاعتنا تمام. هجيب صينية متبطنة بالدقيق، مدهونة بالسمنة ومتبطنة بالدقيق، وهحط فيها الكيكة بتاعتنا. بعد ما حطيتها بالشكل ده كده هخبطها خبطتين كده، وهبتدي احطها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة في الرف اللي في النص. هي قعدت حوالي نص ساعة. هبتدي اختبرها اشوفها استوت كويس جدا ولا لا. طول ما تطلع معانا كده خلة الاسنان فاضية بتبقى كده استوت. هسيبها تبرد، وبعد كده هنجيب الشوكولاتة ونحطها من على الوش. بعد ما بردت معانا كويس جدا هحط الشوكولاتة بقى. هي على فكرة الشوكولاتة ماسكة نفسها عشان انا حطاها في التلاجة، فهسيبها تسيح شوية وهبتدي هوزعها على الصينية. بعد ما وزعتها كويس جدا كده على وش الصينية، شوفوا جميلة ازاي وحلوة خالص. هبتدي اقطعها بقى واوريها لكم شكلها جميل ازاي وهشة من جوه وطرية وجميلة جدا. وما تنسوناش يا حبايبي بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يجيلكم كل حاجة جديدة انا بنزلها. واذا عجبكم الفيديو طبعا بندوس لايك وشير طبعا يا حبايبي للفيديو. بعد ما طلعتها شوفوا جميلة جدا ازاي. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم.